السلام عليكم يا رجاله واهلا بيكم. وعايز اقول لكم انا مبسوط جدا 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 ان موضوع المقاطعه شغال وشغال بفعاليه وشغال بقوه جدا. النهارده بعد الصلاه كنا قاعدين خلصنا اكل، ناس كتير جدا عايزه تشرب بيبسي وعايزه تشرب الكلام ده. لقيت الموضوع مختلف تماما، يعني الناس كلها مش عايزه تروح للمنتجات دي، كلها بتدور على البدائل المصريه اللي هي صنع في مصر بكل فخر، بقت موجوده وبكل عزه وبكل كرامه. موضوع حلو جدا. اخدت بالي ان في بنات وشباب صغيرين كانوا واقفين عند الاكشاك، ابتدوا يروحوا يجيبوا عصير بيست الصغير، ابتدوا يجيبوا بيك شيبس، ابتدوا يجيبوا منتجات مصريه. الموضوع بقى متفاعل جدا، والغريب والاغرب والاحسن ان منتجات بيبسي والمنتجات اللي احنا مقاطعينها بقت مرميه فوق الثلاجات وفوق الاماكن، والثلاجات كلها مليانه، واحنا مكملين بكل نصر، مكملين بكل قوه، مكملين بكل فخر. قبل ما تمد ايدك على ازازه البيبسي او كوكاكولا او ايا كان من المنتجات اللي احنا مقاطعينها، افتكر دم اخواتك، افتكر انك ايدك هتبقى متعاصب دمهم. كملوا وكملوا، وعرفوهم ان احنا اقوى، وعرفوهم ان هم مش شغالين غير بفلوسنا احنا، واحنا مش هنساعد ان احنا نحط فلوسنا في الحاجات اللي بتقتل اخواتنا. في مشكله بقى بالنسبه لازاز المايه، يعني تقريبا كده 99% من الشركات اللي منزله ازاز المايه كلها شركات تبع المقاطعه، حتى بركه تبع المقاطعه. فانا عندي اقتراح ان شركه صافي تعمم منتجاتها وتوزعها جدا لايد المستهلك. ويا ريت يا جماعه كلنا نشرب المنتجات المصريه وازاز المايه المصريه، لان احنا عندنا مشكله في ازاز المايه، 3/4 زي ما قلنا تبع منتجات المقاطعه. يا ريت يا جماعه كده ننزل شركه صافي ونعممها ونظبط سعرها ونخليها متوفره وعلى قد ايدينا، واحنا مكملين. وشكرا لكل واحد مكمل. انت كده بتعمل اللي عليك وبتساعد، ساعد بالمقاطعه، المقاطعه مهمه. قطعوا اي منتج يساعد في قتل ودم اخواتنا. شرفتوني وتابعوني. السلام عليكم.